رحلة سلام رقم ثالثة بعد قيام رحلتين سابقتين للسلام من أجل ليبيا، نظرا لما تمر به بلادنا من أزمات متعاقبة ونزف الدماء. نتمنى أن يخف هذا الدم وتصبح ليبيا آمنة ومستقرة. وشكرا لكل من ساهم معي في هذه الرحلة، النادي الليبي للرحلات السياحية، وكيل ديداس، كل المرافقين في هذه الرحلة. وإن شاء الله ربي يحل السلام في ليبيا، تصبح دولة آمنة مستقرة. احنا توا موجودين في ميدان الشهداء بعد قضاء حوالي مش حوالي 8 أيام بالضبط، يعني خارج مدينة طرابلس، خارج الديار. مررنا بدأنا من مدينة وازن المعبر الحدودي إلى إلى مدن الجبل، مرورا بمدن الجبل بالكامل، نزولا لمنطقة ورشفانة، ووصولا إلى ميدان الشهداء. الموضوع هذا خدم لنا 8 أيام. طبعا هي كانت رقدا على الأقدام من قبل الرحال نجم السلام الليبي البصيري، عبد السلام البصيري. الفكرة تبناها النادي الليبي رحلات سياحية. رسالتنا كانت واضحة وجميلة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون وصلت. هي نتصافح ونتسامح من أجل الوطن، اللي هو نعتبروه احنا شعار النادي الليبي رحلات سياحية، مد جسور التواصل والمحبة بين الليبيين. فالشعارين قريبين على بعضهم، وإن شاء الله ربي يقدرنا أن كنا وصلت الرسالة اللي نبوها. وهذه جزء من باقي مراحل إن شاء الله اللي حتكون تنطلق من مثلا مدينة مصراتة إلى المنطقة الشرقية وغيرها من المناطق، لأن سبق وأن قام برحلتين الرحال البصيري. الأولى كانت من مسقط رأسة مدينة قراقرة بوادي الأجال إلى مدينة سبها، كانت حوالي 155 كيلومتر. الرحلة الثانية كانت من راس جدير إلى مدينة مصراتة حوالي 400 كيلومتر، مرورا بمدن الساحل كلهم. وهذه تعتبر رحلة الثالثة وليست الأخيرة بإذن الله إن شاء الله. طبعا كانت رحلة بسم الله ما شاء الله، ونشكر كل المدن والبلديات على استقبالهم الحار، يعني زي وازن، زي مش ننسى حد، زي تكوت، زي الغزاية، زي الزنتان، زي العزيزية. بسم الله ما شاء الله، يعني كانت بادرة تبارك الرحمن. ورساله نبي نوصلوها. طبعا احنا هي المد الجسور ورساله سلام، يعني خطرنا على جميع المدن الحاره والساخنه وكما يقولوا. لكن بسم الله ما شاء الله الحمد لله، يعني الرساله وصلت، وكان البصيري قد هذه الرساله بصراحه. وبارك الله فيكم وشكرا، وبارك الله فيكم.